تنتشر سيارة البيك اب أو الشاحنة الخفيفة بأشكال عديدة في الأسواق العالمية والعربية، كما أن أحجامها تختلف، فمنها ما يعرف بصغيرة الحجم والمتوسطة وذات الحجم الكامل أو الكبيرة. وأفضل أنواع سيارات البيك اب هي ذات الحجم الكامل لأنها تتمتع بسعة أكبر وقوة أكبر، ففي أغلب الأحيان تكون من أفضل سيارات الدفع الرباعي. في هذه الحلقة سنعرض لكم أفضل سيارات البيك اب دفع رباعي في الأسواق العالمية. شيفرولي سيلفرادو 2022 هي شاحنة بيك اب من أقوى الأنواع في العالم، وتختلف عن سيلفرادو 1500 اختلافا تاما في الشكل الخارجي والمحركات والتكنولوجيا حتى التجهيزات الداخلية الفخمة، حيث قامت جنرال موتورز بتعديلها وتجهيزها بنظام ليثيوم الذي يسمح لسيلفرادو بالسير لمدى 643 كيلومتر عندما تكون مشحونة بالكامل. مميزات شيفرولي سيلفرادو 2022: توافر عدد من خيارات المحركات القوية، يمكن اعتبارها شاحنة صغيرة الحجم لكنها قوية للغاية. المواد الداخلية ذات جودة عالية وتقنيات متطورة. ما الجديد في شيفرولي سيلفرادو ZR2؟ مثل شقيقة الشيفرولي كولورادو التي حصلت على الكثير من التغييرات، وبالتالي قد حصلت أيضا على شيفرولي سيلفرادو الجديدة على تحديثات هي الأخرى. حصلت السيارة على استبدال في المصدات الأمامية وكذلك المصدات الخلفية بوحدات فولاذية وخطافة السحب الأمامي. كذلك حصلت السيارة على إطارات رياضية جديدة بمقاس 18 بوصة مع القدرة على الحصول على الإطارات الأكبر حجما وهي بمقاس 33 بوصة والقابلة للسير على مختلف الطرق الوعرة. كذلك حصلت في الجانب العلوي منها على شبك جديد مع لوحة سوداء على الباب الخلفي. أشارت التقارير خلال الأشهر الماضية عن السيارة شيفرولي سيلفرادو 2024 الكهربائية بالكامل، والتي تمتلك محرك بقوة 663 حصان. الواجهة الأمامية من السيارة تحتوي على شبك أمامي كبير الحجم ذو تصميم مستطيل يضم مجموعة من الانحناءات السوداء اللون، بينما يوجد فتحة تهوية علوية تأتي بجانب المصابيح الأمامية. أما المصابيح فهي تأتي صغيرة الحجم وذات تصميم مستطيلي على جانب المصد الأمامي، وفي أسفل طرفي المصد يوجد مصابيح ضباب ذات تصميم دائري مع الزوائد السوداء اللون. وفي الهيكل الجانبي من السيارة يوجد مقابض الأبواب بنفس لون جسد السيارة، بالإضافة إلى الإطارات ذات تصميم رياضي السوداء اللون. بالانتقال إلى المصد الخلفي من السيارة تأتي ستبات ذات تصميم عمودي مكونة من أكثر من عدسة، بالإضافة إلى الهيكل الخلفي الذي يأتي أسود اللون على باب الصندوق. بالانتقال إلى داخل السيارة فإنها تحتوي على شاشة ملاحة في وسط التابلو الأمامي، والتي تأتي كبيرة الحجم بمقياس يبلغ 10 بوصة. يوجد أيضا شاشة معلومات خلف الديركسون والتي تأتي كبيرة الحجم كذلك. الديركسون متعدد الاستخدامات ويحتوي على لمسات من الكروم والأزرار من أجل التحكم في المستوى الصوتي وكذلك لمثبت السرعة. تحتوي المقاعد على غطاء جلد فاخر مع عدد من تموجات التطريز في الوسط من المقاعد، وكذلك يأتي المحرك هذه السيارة قياسي مخصص بسعة 6.2 لتر بعدد 8 سلندر ينتج عنه قوة 420 حصان وعزم 460 قدم مع ناقل حركة ذو 10 سرعات أوتوماتيكي. والتسارع لهذا المحرك من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 7 ثواني، والسرعة القصوى فإنها تبلغ 130 كيلومتر في الساعة. وفي وسائل الأمان والسلامة على هذه السيارة أجري على هذه السيارة العديد من اختبارات الأمان، وتم الإعلان عن امتلاك العديد من وسائل مساعدة السائق على القيادة. دوج رام 1500 تعد رام من أفضل سيارات البيك اب الفخمة، فهي تتمتع بمقصورة داخلية مريحة وفخمة مزودة بالتكنولوجيا والتقنيات المتطورة لتكون سيارة قوية للعمل والترفيه والرفاهية العالية في نفس الوقت. ومن أهم مميزات شركة دوج الأمريكية هي القوة جبارة لسياراتها في الأساس، تنتج سيارات سباق وسيارات ركوب فخمة وخارقة. لهذا يوجد العديد من خيارات المحرك في دوج رام 1500، من ضمنها محرك MV8 الخارق الذي تشتهر به أقوى سيارات دوج. وهذا المحرك يمكن رام من سحب 1012 و750 رطل. كما أن سيارة البيك اب الخارقة هذه مزودة بصدمات مزدوجة البوم لتحمل الطرق الشاقة والعمل المرهق، بالإضافة إلى تمتعها بنظام تعليق خلفي متعدد الوصلات لقيادة مريحة وسلسة حتى في أصعب الطرق. أما سعر رام 1500 موديل 2023 شاحنة رام 1500 TRX هافوك أوديشن. ظهرت رام 1500 TRX لأول مرة في طراز عام 2021. كان سعر رام أكثر تكلفة بشكل كبير، حيث تم عرضها للبيع من سعر يبدأ ب 83.890 دولار أمريكي. بالنسبة لسعر رام TRX 2023 فقد تلقى زيادة أخرى في الأسعار، حيث تبدأ حاليا من 84.55 دولار. قم بترقية الإصدار هافوك الأصفر الزاهي هذا وسيكلف 6 أرقام. كما هو موضح عبر التقرير، دائما ما تقدم رام أقوى وأفضل سيارات البيك اب منتجة في العالم. تم تجهيز الإصدار هافوك من رام TRX بمجموعة معدات المستوى الثاني، عادة ما يكون إضافة بقيمة 1995 دولار مضافة على سعر رام TRX ستاندار.
وتجمع قائمة طويلة من وسائل الراحة مثل مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا ب8 اتجاهات، مقاعد مهواة في كلا الصفين، وكذلك نظام صوتي مكون من 19 مكبر صوت. للحصول على هذا المستوى الإضافي من الفخامة تحصل رام TRX هافوك على فتحة سقف مزدوجة، وكذلك جنوط عجلات مطلية باللون الأسود مقاس 18 بوصة، وكذلك ضوء الفرامل ليد مثبت بالمقصورة. تتمتع بكاب رام TRX 23 هافوك أوديشن من الداخل بمقصورة مجهزة تجهيز جيد بالعديد من اللمسات الفريدة، وتشمل شاشة معلومات وترفيه رأسية بمقاس 12 بوصة، كذلك عجلة قيادة ذات القاعدة المسطح والمكسوة بألياف الكربون والجلد. يلاحظ السائق أن الشاشة السائق تتميز الآن بعلامة BJ Yellow TRX لتتناسب مع المظهر الخارجي النابض بالحياة، ويستمر موضوع اللون من طرازات براولر يلاو الذي يمكن العثور عليه على لوحة القيادة والكونسول الوسطي والمقاعد. عند الحديث عن المقاعد، حصل التنجيد الجلدي الأسود على شعارات TRX مطرزة، بينما تتلقى الواجهة تطعيمات رياضية من ألياف الكربون، لوحة شحن لاسلكية، كاميرا فيديو محيطية، وبالإضافة إلى كاميرا مرآة رؤية خلفية رقمية. نظام الصوت الفاخر مكون من 19 مكبر صوت، وتتلقى رام TRX هافوك أوديشن إصدار لوحة خاصة بطراز على الكونسول الوسطي جنب إلى جنب مع العديد من وسائل السلامة ومساعدة السائق مثل مثبت السرعة التكييفي ومساعدة الحفاظ على الممر والفرامل في حالة الطوارئ للمشاة. تويوتا تندرا هي من سيارات البيك اب كاملة الحجم التي أنتجتها سيارة تويوتا والتي تتمتع بالقوة. جاءت بتصميم جديد في عام 2023 يبرز قوتها وشكلها الهيكلي في صورة أنيقة، ومن أهم مميزاتها تتميز بمقصورة مرفهة وبوسائل راحة قياسية رائعة مثل المقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية المبردة والنوافذ الكهربائية، بالإضافة إلى فتحة السقف البانورامية. وتأتي تندرا بجنوط من المعادن الصلبة لتحمل الوزن بمقاس 20 بوصة للطرق الوعرة القياسية. تتقدم سيارة تويوتا تندرا البيك اب بمحرك يتمتع بقوة ضخمة للغاية، فيصل سعة المحرك بحتى 3500 لتر. كمان القوة الحصانية التي ينتجها هي 389 حصان. كما أن العزم في المركبة تويوتا تندرا 2023 يصل ل 649 نيوتن متر. كما يندمج المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الذي يقدم 10 سرعات عالية الأداء. تعتبر السيارة من سيارات الدفع الخلفي، بينما هناك محرك إضافي وهو محرك هجين تبلغ سعته 3.5 لتر، كما تبلغ قوته 437 حصان وعزم دورانه 790 نيوتن متر، وأيضا ناقل حركة أوتوماتيكيا ذات 10 سرعات. تتميز سيارة تويوتا تندرا بأنها مزودة بمجموعة لنقل حركة اختيارية هجينة. المركبة تحتوي على جميع التقنيات الحديثة المبتكرة، كما يوجد في السيارة شاشة رائعة بمقاس 14 إنش تعمل بمجرد اللمس. ومن أهم الأشياء التي تم التركيز عليها بشكل كبير هو أن النوافذ العلوية لها تم عمل الحواف خاصة بها بالكروم، وكذلك مقابض الأبواب. كما أن المصابيح التي صممت في هذه السيارة لمست تقدم تدريجي للإضاءة هادي حتى قوي للغاية من خلال إضاءات الليد ذات الكفاءة العالية. سيارة تويوتا تندرا البيك اب تعمل على اتصال هواتف الذكية بالسيارة، بالإضافة إلى نظام أبل كاربلاي وكذلك أندرويد أوتو. كما جاءت التعليقات الأكبر على الحجم السيارة الداخلي والذي يسع حتى 8 أشخاص، لأنها مزودة ب3 صفوف ذات مسافة رائعة بينها وبين بعضها البعض. ومن عيوب هذه السيارة أنها سيارة غير موفرة للوقود، بالإضافة إلى المحرك المتوفر في تويوتا تندرا سنة 2023 V8 ليقدم كفاءة أقوى. السيارة تويوتا تندرا قوة السحب بها ضعيفة. كما أن تندرا تتمتع بخيارات عديدة من المحركات، من ضمنها محرك هايبريد هجين بتيربو مزدوج لقوة 437 حصان. أضيف إلى ذلك خيارات المقصورة الممتدة المتنوعة التي تجعلك تختار بين أحجام مختلفة، مع صندوق من مقاسات تتراوح بين 5.5 قدم إلى 8.1 قدم مربع. جي ام سي هامر 2023. شركة جي ام سي دخلت بالعلامة التجارية الشهيرة هامر كأول نسخة كهربائية للشركة المصنعة، وفي المقابل يتوقع أن نرى العديد من السيارات الكهربائية من شركة جي ام سي قريبا. تصنف سيارة جي ام سي هامر 2023 على أنها سيارة بيك اب كهربائية بالكامل يتم شحنها عبر المدخل الجانبي، وحتى وقتنا الحالي ليس هناك شاحنة بيك اب تمتلك المواصفات الكهربائية، وبالتالي هذه السيارة ليس لها أي منافسين بالأسواق. تأتي المصابيح الأمامية في واجهة السيارة عبارة عن مجموعة من اللمبات متصلة
مع بعضها البعض من ناحيتين وعلى شعار هامر، والإنارة تكون بشكل متتابع مع مصابيح الضباب في طرفي المصد الأمامي وفتحات تهوية كبيرة الحجم في أسفل المصد الأمامي مع ديفوزر كبير الحجم لحماية السيارة من الصدمات الأمامية. من جانب السيارة نرى تصميم الصندوق الخاص بالسيارة بيكاب والنوافذ الجانبية متصلة مع الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى المرايا الجانبية المتصلة مباشرة على الهيكل الجانبي من السيارة، وتحمل نفس اللون جسد السيارة بالإضافة إلى مؤشرة انعطاف وهي قابلة للتحريك بشكل كهربائي. مقابض الأبواب بنفس لون هيكل السيارة مع رفارف كبيرة الحجم مرتفعة بشكل جيد عن الإطارات. الإطارات تأتي بمقاس 22 بوصة ذات تصميم رياضي وحجم كبير مناسب لكي تساعد على السير بأريحية. بالانتقال إلى الهيكل الخلفي من السيارة نرى الاسطبات ذات التصميم العمودي وباب الصندوق الخلفي مقسم إلى جزئين، حيث يمكن فتح باب الصندوق الخلفي لكي يصبح السلم للصعود بالعديد من الوضعيات. تجمع المقصورة الداخلية ما بين الفخامة والهوية الرياضية للسيارة، حيث تأتي المواد المصنعة للداخلية للسيارة بجودة عالية، مزودة بشاشة وسطية تأتي بمقاس 13 بوصة في الكونسول الوسطي وشاشة عداد خلف الديركسيون ذات مقاس كبير أيضا. هذه الشاشات تقدم كثير من المعلومات للسائق حول السيارة لكي يتفادى الكثير من العقبات والمشاكل التي تواجهه في الطرق الوعرة. الكونسول الوسطي عبارة عن مستويان، حيث الجزء السفلي منه به أماكن للتخزين والديركسيون عليه غطاء جلدي متعدد الاستخدامات. بالانتقال إلى المقاعد في الصف الخلفي فهي واسعة وكبيرة وقابلة للطي مع تكية وسطية قابلة للفتح والإغلاق بها حاملان أكواب. المكيف به فتحات موجهة للمقاعد الخلفية مع القدرة على التحكم فيه. والسقف يأتي بألواح علوية شفافة قابلة للإزالة، مما يجعل السيارة مكشوفة بالكامل، وفي حالة إزالة السقف العلوي يمكنك وضعه في الصندوق الأمامي بالسيارة. في الكونسول الوسطي يوجد زر دائري من أجل التحكم في وضعية القيادة، منها زر لرفع السيارة وآخر لانخفاضها، حيث الرفع لتجنب الاصطدامات في الصخور والتنزيل لزيادة ثبات السيارة على الطرق السريعة. هناك أيضا وضعية الزحف التي تسمح بالتحكم في الأربع عجلات من أجل التحرك في الزوايا المختلفة جانب السيارة، وهي مناسبة بشكل كبير للقيادة على الطرق الثلجية. بداية فورد رابتور F150 لسنة 2023 من أفضل سيارات البيك اب فورد طراز رابتور F150، حيث يتمتع موديل 2023 بالحجم الكامل والتصميم المتين القوي، بالإضافة إلى أنها تأتي بمقاعد مسطحة مائلة مريحة من خامات عالية الجودة ولوحة عدادات رقمية لتجمع بين القوة والفخامة والرفاهية، وتم تجهيزها بعجلات ضخمة مناسبة للطرق الوعرة. فورد F150 رابتور اير هي إحدى أقوى الشاحنات البيك اب في هذه الفئة، والتي تتميز بمظهر خارجي هجومي بالإضافة إلى أداء قوي في أكثر الطرق صعوبة واحتوائه على العديد من التجهيزات ووسائل مساعدة السائق القياسية، حيث تتنافس مع شاحنة رام TRX. وتستمد فورد F150 رابتور اير القوة من محرك 5.2 لتر ينتج حوالي 700 حصان و620 نيوتن متر في عزم الدوران. كذلك تتميز بأداء قوي وقدرة جيدة على الطرق الوعرة وتصميم خارجي قوي يجذب الانتباه. الكثير من المعدات والتجهيزات القياسية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من ميزات الأمان النشطة، وتتضمن مقاعد هوائية بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة، بالإضافة إلى أنظمة الأمان، وكذلك أندرويد أوتو وأبل كار بلاي متاحان. ومن بين مواصفات فورد رابتور اير نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، كذلك نظام المساعدة في ثبات السيارة، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات، وكذلك نظام المساعدة للصعود على المنحدرات، ومثبت السرعة، بالإضافة إلى حساسات خلفية ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى إنذار تحذير الاصطدام الأمامي وإنذار أو المغادرة المسار الطريق، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكييفي ووسائد هوائية أمامية، بالإضافة كذلك إلى كاميرا للرؤية الخلفية وغيرها من التجهيزات الإلكترونية. وكذلك من بين التكنولوجيا المتوفرة شاشة تاتش للترفيه، كذلك إلى كاميرا خلفية و10 مكبرات صوتية ومصابيح أمامية ليد، وكذلك بلوتوث، مخارج USB أضواء نهارية لامعة، بالإضافة إلى مكيف هواء ومقابض الأبواب من الكروم، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة كذلك تعديل مقعد السائق، بالإضافة إلى تعديل مقعد الراكب. وفي الداخل تبدو فورد رابتور اير مثل معظم طراز F150 الأخرى، ولديها معظم التقنيات والميزات مثل الرابتور العادية، كما تتميز اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون في جميع أنحاء المقصورة. ذات التصميم عبارة عن مزيج من الجلد الأسود والميكروسويد، وتأتي اير بشكل قياسي مع زوج من المقاعد الأمامية ريكار المريحة والداعمة، وتحتوي عجلة القيادة أيضا على زر اير يتيح للسائق الوصول على الفور إلى وضع
قيادة مخصص ومسبق الضبط. كذلك من حيث الأداء تأتي سيارة فورد إير F150 بمحرك V8 فائق الشحن بسعة 5.2 لتر ينتج حوالي 700 حصان، إلى جانب الهدير المستعد. يحتوي كل إير رابتور على إطارات ذات مقاس 37 بوصة وإشارات بصرية دقيقة تميزه عن إصداره V6 السابق. وتوافر سيارة فورد F150 الرابتور إير الكثير من الإثارة أثناء القيادة. إن أرقام القوة الجديدة هي نتيجة تصميم فورد لمحرك الشاحن للحصول على الأداء الأمثل في الظروف التي سيتم قيادتها بالفعل. سيارة جاهزة للانطلاق في الصحراء أو الزحف فوق العوائق بدلا من التسابق حول المضمار.